سلام. اليوم غادي نعاود لكم قصتي اللي نص فيكم عارفينها والنص الاخر ما عارفينهاش، حيت ديجا كنت عاودتها في 2023 ولكن مسحت الفيديو حيتاش تحجبت. المهم في 2022 انا كنت كنقرا في السيزيام. البنت اللي غضربني باش نوضح لكم واحد الحاجه ما كنعرفهاش وما صاحبتيش، حيت الاكثر كيقولوا بلي زعما كنصاحبتي شي حاجه. لا، ما كنعرفهاش وما صاحبتيش. سميتها ما غنعرفها حتى غنوصلوا للمحاكم وغنوصلوا للكوميساريات وداكشي عاد نعرف سميتها. وقبل ما نبدا القصه غنقسم لكم بالله بلي اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم ما غنكذب في شي حاجه وما غنزيد من راسي شي حاجه وما غنقص شي حاجه. داكشي اللي غنقولوا، ولكن ما غنعاودش بلي ديتاي حيت عندي 10 دقائق خاصني نعاود فيها كلشي. كنت كنقرا في السيزيام. نهار الاربعاء بالضبط مع 4:30 غتجي عندي هاد البنت غتقول لي خنزرتي فيا. انا كنت واقفه كنتسنى البنات صحاباتي باش يجيو باش ندخلوا للفيزيك مع 4:30. جات عندي قالت لي خنزرتي فيا، بقينا خنزرتي فيا ما خنزرتيش فيا، ما خنزرتش فيك خنزرتي فيا، لا خنزرتي فيا لا ما خنزرتش فيك. بقينا بحال هكا كنزيدوا في الهضره، ما قاستني ما قصتها، بقينا كنزيدوا غير بالهضره. صافي انا دخلت للمدرسه، دخلت للقسم، قريت، خرجت مع 6:30 مشيت لدارنا. الغد لي غنرجع للمدرسه اللي هو الخميس مع 10:30. واخا انا كنت قاريه مع 8:30 ولكن ما مشيت 10:30 حيت كنت مريضه. باش تعرفوا بان ولا كان ربي نكتب عليكم شي حاجه نكتب عليكم، حيت كنت مريضه بزاف ومع ذلك مشيت للمدرسه. كانت عندي لونغلي ساعه وكنت نخرج مع 11:30. مشيت قدام المدرسه لقيت واحد الدري، سولتو لبنات صحاباتي هي غادي تجي باش زعما انا ما ندخلش المدرسه ونتلف معاهم. هي غتجي من اللور وغيقول لي ها انت دابا في الزنقه اشنو ندير لك بهاد الكلمه هادي. اقسم بالله قالت لي دابا ها انت في الزنقه اشنو ندير لك. قلت لها انا ما عندك ما ديري ليا، زعما راه حنا قدام الليسي وشنو غادي نتناتفوا كاع، راه غادي نتشوهوا هادي وهادي وهادي. المهم صافي الدري قالها صافي قلبي عليها وداكشي. تسميت انا غاده. غفلتني من اللور جرتني من شعري غندورت انا غنجرها من شعرها. غنبقاو كنتناتفوا غيفكونا البنات. غندخل للمدرسه غيسولوني وغنتلاقى مع واحد البنات اللي هما دي زامي اون كومون بيني وبينها، ما صحاباتيش ما عرفتش انا صحاباتها ولا، ولكن انا ماشي صحاباتي غير كنت كنعرفهم وصافي. قالوا لي واش تخاصمتي مع فلانه دابا؟ كنقول لهم شكون فلانه ما عارفه سميتها. يقول لي دابا واش انت تخاصمتي قدام الدراسه وتنافشتي؟ قلت لهم قالوا لي سيري دخلي لقسمك، راه اختنا مشات باش ترد الزوار جايه بتخسرك في وجهك. انا ماشي ما تيقت ولكن قلت راه ممكن غتسناني حتى نخرج من المدرسه عاد تقدر تضربني. باقي كنهضر معاهم تما جايه عندي قالت لي بغيت نهضر معاك. قلت لها لا ما تهضريش معايا. قالت لي بغيت نهضر معاك وما تخافيش وهادي وهادي. قلت لها صافي. قلت لها واش انت اصلا زعما كنتي باغا تدابزي معايا يعني ماشي حيت انا اقسم بالله العلي العظيم ما خنزرتش فيها اصلا باش نكونوا زعما صريحين من هادشي كامل. وما خنزرتش فيها حيت انا كنت عاطيها بالظهر وجات هي من اللور ودارت لي بحال هكا ودرت عندها وقالت لي خنزرتي فيك. كنقول لها انا انت جيتي عندي درت لي بحال هكا ودرت عندك وقالت لي خنزرتي فيك. المهم انا ما خنزرتش فيها ولكن مع العلم فاش بانني ما خنزرتش فيها وطلبت منها السماح. قلت لها واخا سمحي لي هادشي قبل ما نتناتفوا. قلت لها واخا ياك خنزرت فيك سمحي لي راه شوفي هكا دايرين، ولكن هي باغا تخاسم عينيها فيا وصافي كي كنقول. واحد النقطه غادي نشرحها. البنات اللي يقولوا انا كنت كنتنمر عليها ولا انا كنت كنعايرها ولا كنت، هاد الهضره ما كايناش. اقسم بالله العلي العظيم بيت ربي اللي سهل عليا ولا اللي كمل عليا في شي عمل اللي غنديرها في وجهي ولا في شي حاجه غنديرها في حياتي. هذيك البنت انا ما كنتش كنعرفها. اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم الا المشكل اللي كان بيناتنا هو التخنزير، هو انني خنزرت فيها. وهذا الشيء حتى هي راه قالته اصلا في المحكمه ولا حتى في الكوميساري ولا حتى في المحضر. انا ما تنمرتش عليها ما والو حيت اصلا انا ما كنعرفهاش. سميتها قلت لكم ما عرفتها حتى وصلت للمحاكم انا وياها. صافي هي هذيك. انا فاش غادي تبقى كتهضر معايا تقول لي بغيت نهضر معاك باش نهضر معاك، بقينا نهضر. جات البنت صاحبتي بيناتنا قالت لها صافي فوتيها وهادي وهادي. قالت لها بعدي مني ولا ما غيعجبك حال. انا ديك الديره اللي غادي ندور نهضر مع صاحبتي نقول لها صافي زكي، هي كانت دايره تزوار هنا ضربتني بها بحال هكا. انا كيسحبني واستفقاتني. غدا باغا نصرفقها يعني غدا زعما باغا نرد ليها الدقه حتى كيطوش الدم. ملي طوش الدم انا تصدمت حيت كنت عارفه انها حيت جاني داك الفلاش باك ديال انا والبنات قالوا لي راه مشات باش ترز الزوار باش تخسرك. صافي عرفت راسي تخسرت في وجهي. بقيت كنغوت واحد الغوته ما يمكنش زعزع ديك المدرسه. مع العلم اني تضربت في وسط المدرسه. لا المدرسه عوضاتني لا البنت عوضاتني على الفلوس باش ندير التجميل لا حتى حاجه. المهم قلت لكم مشي فاش تضربت مشيت كنجري الاداره وبقيت لقيت واحد المراه مسكينه كانت باغا تشوف الغياب الولده ولا ما عرفت، وانا نشدها من هنايا ونبقى كندير بحال وانا نقول لها واش وليت خايبه واش كي كنبان لي عتو هكا. بقيت نقول لها واش وليت خايبه وعتو. بقيت كنبكي عرفتي ما يمكنش واحد الصدمه. كنتفكر داك النهار بحال هي البارح ما يمكنش. واحد القيله صافي عييت وجلست في الارض وبقيت كنضرب في الارض عتو كنضرب بحرق جهدي وكنقول لهم خسرت لي وجهي وانا ما درت ليها والو.
ما اذيتهاش وما ضريتهاش، وربي شاهد على اللي كنقول، ولا كنت اذيتها ولا ضريتها بتربي من زعما غدا قدام الله ما تسمحش ليا، كيف ما انا ما غاديش نسمح لها غدا قدام الله حتى انت ما تسمحيش ليا الا كنت انا ضريتك ولا درت لك شي حاجه اللي خايبه، وانت عارفه مزيان بلي انا ما ضريتك، ما درت لك شي حاجه خايبه، ما قلت لك حتى شي كلمه اللي غضرك، زعما ولو غير بكلمه عساك انني زعما ندير شي حاجه اللي غضرك، وانت عارفه مزيان هادشي، وعارفه مزيان بانه حتى هذاك التخنزيره ما خنزرش فيك، وانما غير الدراري اللي قالوا لك بلي انا خنزرت فيك وانا ما خنزرتش فيك، حيت هادشي غيوصلني من بعد بانها هي ماشي شافتني خنزرت فيها، وانما دراري قالوا ليها راه هذيك البنت خنزرات فيك. المهم داوني لبلاصه لواحد البلاصه اخرى في الاداره باش تجي لومبيلونس تديني، يدخلوا معايا ناعسه انا، اي استاذ كيجي عندي كنقول ليه واش وليت خايبه، هذه هي الكلمه اللي في فمي، واش وليت خايبه واش وليت خايبه. صافي جات لومبيلونس، طلعت لومبيلونس، هذاك الدري اللي في لومبيلونس واحد الوقت بديت كنخرج في الهضره، حيت صافي تصدمت بزاف، كنشوف عيني كله دم، كنقول لهم صوروا لي الضربه، ما بغاوش يصوروا ليا، والبنت صاحبتي كانت تليفوني في يديها، كنقول لها صوري لك، وقولي ما عنديش التليفون. صافي ملي كتقول لي ما عنديش التليفون عرفت ان الضربه خايبه. واصلا اي استاذ كيدخل كيشوفني كيدير واحد الرياكسيون في وجهه اللي باينه انه الضربه راه خايبه. صافي هي جاو داوها البوليس من فوق من وسط المدرسه، وانا داوني لومبيلونس من وسط المدرسه. مشيت لمحمد سادس خيط، درت 56 غرزه اللي درت. وكنقول لكم في لومبيلونس كندخل كنخرج في الهضره، الدري كيسولني على سميتي ما عاقلاش، كيسولني على مرتي ما عاقلاش، كيسولني على مو با ما عاقلاش عليهم. صافي واحد الوقيته ما عرفتش واش كنت غنبقى الذاكره ولا ما عرفت، ولكن صافي حتى بديت هكا كيسولني بشويه وكيجمع معايا، وبقيت كنسولو على الجميل وداك الشيء. المهم بقى شاد معايا زعما ستون، والله كان التعامل ديالو زوين بزاف. صافي مشيت لمحمد سادس خيط، درت 56 غرزه كي قلت لكم. ابخي من بعد مشيت باش ندير محضره في الكوميساريه، دخلت لقيت نيس ماماها، جلست انا بدمي باقا بالفاصمه كبيره، باقا بالدم ديالي في الطابليه، باقا يعني ما مشيت للدار ما والو. كتقول لي ماما سمحي لها. علاش غنسمح لها؟ واش هي قمشاني؟ كيفاش سمحي لها؟ المهم اش غنقول انا لما نقول لها شوفي خالتي سمحي لي انت قد ماما، ما غاديش نقول لك شي كلمه ديال العيب، واخا راه كون كان شي حد بلاصتها راه غادي ينوض غادي يجمع داك الزمر كامل وغادي يقول لهم شي حاجه، حيت ما يمكنش انت باقا بدمك سخون، باقا ما مصدقاش اش واقع عليك وتقول لك سمحي لها. قلت لها خالتي قالت لي انا يلا دخلت المركز الادمان وما عجبكش كتعاود ليا. قلت لها شوفي انت عارفه بنتك ما كتحكمش في راسها، دونك اللي تجلسيها حداك ما قدتيش عليها انت ديها شي سبيطار، وهي تنقز هي من جالسه ليها وهي تقول لي شكون دابا مشى للسبيطار انا ولا انت؟ عرفتوا بهاد الوقاحه. صافي عرفت انه البنت ما نادماش، ما عادي عندها، ما عندها حتى شي عيب زعما حتى شي مشكل. صافي كانت عندي انا شهاده طبيه فيها 29 يوم، خديتها من السبيطار ديال المخزن، يعني من خيط. وكانوا عندي شهاده طبيه اخرين ديال الطبيب النفساني، حيت كنت كنمشي عند الطبيب النفساني. صافي هادشي زعما اللي وقع حتى لهنايا. وبالنسبه للمحكمه تحكمت بشهرين ديال الحبس و5 مليون غرامه. 5 مليون غرامه باقي لدابا ما عطاتهاش ليا، لا المدرسه دابا عامين و3 شهور باقي ما عوضونيش على لاسيونس اللي كيبقاو ضارينا في راسنا باش نخلصوها في الاول العام، باقي ما عوضونيش عليها. كيقولوا واقيلا بانهم كلشي خلصتو من جيبي، حتى حاجه ما خلصوها عليا من غير ديك لومبيلونس، لا الخياطه لا اي حاجه كنخلصها بجيبي. هاد اللصقه اللي كندير انا دابا كدير 400 درهم تقريبا، المهم 350 على حسب البارا وعلى حسب راكم عارفين كل مره كيتزاد الثمن ولا كيتنقص. كدير 400 درهم كتخصني كل شهر. يعني انا ديك 5 المليون الا جيت اصلا نحسب غير فلوس الخياطه، فلوس الطاكسيات، فلوس كل مره غادي للسبيطار نسواني ندير. جاتني ابي سمحوا لي، قلت لكم الا جيت غنحسب فلوس اللصقات، فلوس راه ديك 5 المليون راه ما ساويه والو قدام التجميل اللي تابعني، ولا قدام داكشي اللي دوزت، ولا غير نفسيتي اللي طاحت انا، ولا غير صحتي اللي ضاعت، ولا بزاف د الحوايج، ولا العام اللي ضاع ليا من حياتي، لانه انا داك العام ما كملتش القرايه، درت اني بلونش حيتاش رجعت نقرا. ولكن مع الاسف كانوا بعض الاساتذه التعامل ديالهم زوين معايا، وبعض الاساتذه حسوني انني عبء عليهم، ما عرفتش كيفاش، ولكن ما عرفتش كيفاش غينعسوا دوك الاساتذه، ولكن بصح ماشي كنعممش، ولكن كانوا بعض الاساتذه التعامل ديالهم زوين معايا، وكان بعض الاساتذه التعامل ديالهم خايب معايا. صافي هادشي اللي كاين. وانا ما قدرتش نكمل في ديك المدرسه لانه كندوز من نفس البلاصه اللي ضربت فيها، كنلقى الدم ديالي باقي في الحيط، كنلقى الدم ديالي باقي في الارض، ما قدرتش نكمل كاع. درت اني بلونش، والعام الاخر عاد رجعت بدلت المدرسه ومشيت لمدرسه اخرى. والحاجه اللي بغيت نهضر عليها اخرى قربت لي 10 دقائق، دونك غندوي في فيديو اخر باش نكمل لكم واحد الحاجه اللي بغيت ندوي عليها.